وده ياخدني لنقطة مهمة جدا. أنا عايزك تشوف الترتيب بتاع الشامبيونز ليج وتشوف أول 8 فرق اتأهلوا على طول لدور ال 16. هتلاقي حاجة انترستنج جدا، 5 فرق من الثمانية فرق في البريمير ليج. ارسنال الاول، ليفربول الثالث، توتنهام الرابع، تشيلسي السادس، والسيتي الثامن. هم اساسا في 6 فرق بيشاركوا من انجلترا في الشامبيونز ليج السنه دي. الوحيد اللي ما تاهلش من ضمن التوب 8 كان نيوكاسل، وتاهل في المركز ال 12، مش بعيد يعني، ما طلعش بره البطوله. ده يبين لك قوه البريمير ليج او فرق البريمير ليج لما بتروح البطولات الاوروبيه دلوقتي او البطولات القاريه عموما. ودي نقطه كنا اتكلمنا فيها في حلقه قبل كده. نهائي اليوروبا ليج السنه اللي فاتت فرقتين انجليز، اللي كسب الكونفرنس ليج فرقه انجليزيه. ارسنال موجود في السيمي فاينل بتاع الشامبيونز ليج. كاس العالم للانديه كسبوا تشيلسي فريق انجليزي. فبقى في قوه كبيره جدا للفرق الانجليزيه دي بسبب قوه البادجت بتاعتهم، بسبب ان هم عارفين يلموا افضل مواهب في العالم، بسبب كمان ان هم بيلعبوا في دوري صعب جدا، دوري ملتحم جدا، بيخليك ان انت اللعيبه كلها متعوده على ضغط المباريات وصعوبه الماتشات ورتم العالي وكل الكلام ده. فلما بيروحوا في البطولات الاوروبيه بيبقوا عارفين يستجيبوا للموضوع. بحس بس ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون بتصعب الدنيا على الفرق الانجليزيه بعدين مثلا في النص الثاني من الموسم، هو ان اللعيبه بتتعب، اللي بتبذل مجهود كبير جدا في الدور الاول. لما بيوصلوا بقى للسيمي فاينل بتاع الشامبيونز ليج في التوب ليفل، بتلاقي ان لا، ممكن تلاقي فريق زي بي اس جي، فريق زي بايرن مريح في الدوري بتاعه. ساعتها هو بيبيك عليك، ساعتها هو بيطلع بقى وبيعرف ان هو يفرق عنك. لكن عموما على مدار الموسم، لو في دوري واحد كده زي السوبر ليج ما كانوا عايزين يعملوه، دوري واحد بيجمع كل الفرق اللي في اوروبا، انا شايف ان هتبقى الفرق الانجليزيه دايما اون توب بصراحه.